صرخت في وشها وانا بقول لها انتي مجنونة؟ عايزاني اعالج ابني بفلوس حرام؟ لقيتها انهارت من العياط ونزلت تبوس رجليا وهي بتترجاني ان اديها الفلوس عشان انقذ ابننا من الموت ونرحمه من العذاب اللي هو فيه. مسكتها من دراعها واخدتها في حضني وانا بقول لها احسني الظن بالله، انتي ما تعرفيش ربنا شايل له وشايل لنا ايه، وما تنسيش ان دي اعمار والاعمار بيد الله. يعني لو انا سمعت كلامك واخدت الفلوس وعملنا العملية وربنا ما ارادش انه يعيش، تقدري تقولي لي الفلوس دي هتعمل له وتعمل لنا ايه؟ انت ما تعرفيش شكل الست صاحبة الفلوس كانت عاملة ازاي. دي طول ما هي قاعدة كانت سرحانة وتايهة كأنها في ملكوت تاني، فأكيد الفلوس دي الحاجة مهمة بدليل الحالة اللي هي كانت فيها. استهدي بالله يا حبيبتي وادخلي نامي، وبكرة يحلها اللي لا بيغفل ولا بينام، واعرفي ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قالت لي لو ابني حصل له حاجة ذنبه هيبقى في رقبتك، مش هسامحك يا شريف العمر كله. سامعني يا شريف؟ عمري ما هسامحك. قلت لها ربنا رحيم بينا وهو وحده العالم بحالنا، ادخلي شوفي زياد عشان بيعيط. سمعت هدى كلامي ودخلت اوضتها وسابتني وانا في حيرتي، والتفكير كان هيقتلني. سابتني بالنارين احلاهم علقم. دخلت اتوضيت وبدأت اصلي قيام الليل، وفضلت ادعي واقول له دبرها من عندك يا رب، دبرها من عندك. انا شريف شاب زي اي شاب، خلص كليته وهو كله حماس وشغف انه هيغير حاله، وان بشبابه وعلمه قادر على الكون كله. بس الصدمة ان الواقع غير الاحلام، اصل مفيش اسهل من الاحلام اللي بتاخدك سابع سما وبعد كده تخسف بيك سابع ارض. انا كنت مغرور بصحتي وشبابي وشوية جمال، كنت بيهم بوقع اي بنت تشوفني واخليها تتمنى تربط اسمها باسمي، لدرجة ان في بنات كانوا هم اللي بيعرضوا عليا الارتباط، وانا كنت اللي اتبغدد واضحك عليهم واتسلى شوية واقلبهم واشوف اللي بعدهم. ومش هنكر ان ياما غلطت وياما اتكبرت واتجبرت على خلق الله. كنت بلعب رياضة وطولي وجسمي المثالي كان سر جمالي. كنت بقف قدام المراية واقول من حق الجميل يتدلع، لو مش انا اللي اتدلع مين يعني اللي يتدلع. كنت لما بدخل سباق دايما بكسب واطلع الاول وباخد مراكز، وفي وسط كل ده عمري ما قلت الحمد لله، ولا افتكرت ان دي نعمة ربنا عليا وانه قادر زي ما ادهالي ياخدها مني. كنت في غفلة وصحيت منها على ضربة قوية، بس كانت بداية جديدة لحياتي. اول ما اتخرجت من الكلية كنت فاكر ان السي في بتاعي كافي يشغلني في اي شركة محترمة، بس ده ما حصلش، رغم ان كان معايا كورسات كتير ودورات تدريبية وجسمي وشكلي يساعدني ان ابقى واجهة لأي شركة في العلاقات العامة. لكن سوء اخلاقي وسمعتي وغروري كانوا سبب في اني ما كملش في اي شغلة شهرين 3، لحد ما في يوم كنت في مسابقة وراكب الحصان، وفي لحظة فلت اللجام ووقعت من عليه واتصبت بإصابة قوية في العمود الفقري، وبسببها فضلت قاعد 5 سنين، فقدت فيهم جسمي الرياضي وشكلي الجميل وبقيت ذليل. أصل الصحة دي تاج محدش يعرف قيمتها غير اللي اتحرم منها فجأة. لقيت نفسي بلجأ لربنا، بقى بعد الصحة والشباب ده كله أبقى مش قادر أجيب لنفسي كوباية مية. اتوضيت وصليت وبكيت واستغفرت على ذنوبي وتكبري بنعمته عليا وإني كنت جاحد بفضله، وبدأت أقرأ المصحف اللي كان مهجور في بيتي واتمعن في آياته، وعرفت إن الكتاب ده فيه معجزات. بدأت أعمل لنفسي ورد كل يوم واحفظه، ومش أحفظه بس، لا، بدأت أتدبر آياته. وربنا من عليا بنعمة صلاة الفجر، حسيتها إشارة من ربنا، وبدأت أقيم الليل وأنا قاعد على الكرسي المتحرك. غريب قوي الإنسان ده، كنت بصحتي وعمري ما فكرت أركعها، دلوقتي نفسي جبهتي تلمس الأرض. ومع مرور الوقت والعلاج الطبيعي والدعاء لله، ربنا من عليا بالشفاء بعد 5 سنين، ورجعت أمشي على رجلي من تاني. عمري ما هنسى أول مرة سجدت فيها، قد إيه إحساس صعب إنك كنت مقصر في حق نفسك بالبعد عن ربنا. أصحابي بعد التغيير كانوا أصحاب تانيين، كانوا داعمين ليا، ساعدوني أشتغل شغل بسيط كده. ومرة بعد مرة اشتريت عربية واشتغلت عليها تاكسي. وخلال رحلة علاجي أخدت عهد على نفسي إن عمري بسيب قيام الليل ولا صلاة الفجر. والحمد لله حبيت هدى،
كانت بنت غلبانة بتشتغل في محل، وفي يوم كانت راجعة متأخر وركبت معايا وكانت خايفة جدا، وبدأت أتكلم معاها عشان تهدى من خوفها شوية. ولما وصلتها حفظت بيتها وبدأت أتردد على مكانها كتير، سواء شغلها أو بيتها، يمكن أشوفها ولو صدفة وتركب معايا. وحصل اللي كنت بتمناه، وشفتها تاني واتكلمت معاها واعترفت لها بإني معجب بيها، واتجوزتها وعشت معاها حياة هادية مليانة حب ورضا. لحد ما جه وقت الامتحان التاني، هدى حملت، وده كان أسعد خبر سمعته، وسجدت لله شكر على نعمته. لكن جه الاختبار فأعز ما أملك في ابني. مازن نزل مريض عنده القلب ولازم عملية بعد كام سنة، والعملية دي كانت غالية جدا لأنها بتتعمل برا مصر. كان إحساس صعب عليا وعلى هدى إننا نشوف ابننا بيتألم وإننا عاجزين إن احنا نخفف ألمه، بس ما كنتش بعمل حاجة غير نصلي وادعي ربنا واشتغل كتير عشان أقدر أجمع فلوس العملية في أقرب وقت. لحد ما في يوم كنت بصلي العشاء في مكان ما، ولما خرجت لقيت ست كبيرة عندها يجي 60 سنة وبتقولي: ممكن توصلني يا ابني للمكان الفلاني؟ قلت لها اتفضلي يا أمي، وفعلا قعدت وأنا بدأت أتحرك، بس كنت من حين لآخر ببص على وشها في المراية. كانت طول الطريق ساكتة وسرحانة وماسكة في إيديها شنطة، والمكان اللي كانت رايحاه كان بعيد شوية. ولما وصلنا كانت نامت. صحتها ونزلت وأنا كنت تعبت وقررت أروح بالفعل ورجعت البيت. بس وأنا لسه تحت بيتي بقفل العربية لمحت شنطة غريبة واقعة في العربية من ورا. أخدتها ولقيت فيها فلوس كتير جدا، وخمنت إنها ممكن تكون بتاعت الست الكبيرة. أخدت الشنطة وطلعت بيها شقتي، وأول ما هدى شافت الفلوس فرحت وافتكرت إن اتصرفت في فلوس العملية، ورفعت إيديها للسما وهي بتقول: عشمي فيك خير يا رب، كنت واثقة إنك مش هتسيبنا يا رب. وفضلت تحضن فيا وتبوسني وهي بتقولي اتصرفت في المبلغ ده كله إزاي. وكل ما جنطق حاجة تمنعني إن أكسر فرحتها، بس قلت مش هينفع أسيبها تتعلق بأمل كذاب، وغصب عني زعقت وأنا بقول لها: ممكن تهدي شوية؟ الفلوس دي مش بتاعتنا، الفلوس دي لازم ترجع لأصحابها. سكتت هدى والصمت عم المكان، وعيونها دمعت وهي بتقولي: يعني إيه؟ دي مش فلوس العملية؟ قلت لها لأ، وحكيت لها على اللي حصل. بس الغريب كان رد فعل هدى لما لقيتها بتقولي: وانت ايه اللي عرفك ان الفلوس دي بتاعت الست دي مش بتاعت حد غيرها؟ ولقيتها بتقولي: اسمعني، هو مش اللي بيلاقي حاجة اللي فيها نسبة، والفلوس دي كتير، والنسبة اللي هتطلع علينا هتكفي العملية. قلت لها بس انت عايزاني اخد حق امانتي. قالت لي: ابننا يا شريف، ابننا بيموت. قلبي وجعني من كلامها، وقلت لها حتى لو عملت اللي بتقوليه لازم اسلم الفلوس لاصحابها عشان اخد النسبة دي، وده هياخد وقت، ايام وممكن شهور. لقيتها بتقولي: لا، احنا ممكن ناخدهم ولما نلاقي اصحابهم نبقى نقول لهم. قطعت كلامها وانا بقول لها: انتي بتقولي ايه؟ عايزاني علي يجيب لي بفلوس حرام؟ انتي يظهر عليكي اتجننتي. ادخلي يا هدى نامي وسيبيها لله، هو وحده قادر يحلها من عنده. لما يبقى عندي هم كبير بقول يا رب. واتوضيت وصليت ركعتين قضاء حاجة ونمت في أوضة ابني. وصحيت الصبح بدري ورحت العنوان اللي وصلت فيه الست العجوزة، وبدأت أسأل عليها البواب، وعرفها أول ما وصفت شكلها، وقال لي: دي الست إحسان مرات الحاج رشدي الله يرحمه، بس هي مش موجودة فوق لأن جوزها الحاج رشدي مات امبارح، وهي دلوقتي في المستشفى عشان إجراءات الدفن. رجعت البيت، وبعد كام يوم رجعت أسأل عليها تاني، وأخيرا لقيتها في شقتها، وعرفتني أول ما شافتني. ولما سألتها على الشنطة قالت لي إنها بتاعتها، وإنها فعلا نسيتها في التاكسي. ولما سألتها ما بلغتيش ليه، قالت لي إنها باعت الأرض بتاعتها عشان تنقذ جوزها عشان كان محتاج عملية، بس وهي راجعة في الطريق عرفت إنه فارق الحياة، وهي ما كانتش ليها غيره، وبموته سودت الدنيا في عينيها. ولما سألتها ما عندكيش أولاد، قالت لي: لا يا ابني، ربنا ما أردش إن يكون عندنا أولاد،
حاولنا كتير لكن مفيش فايدة. سلمنا أمرنا لله وعشت أنا وهو، وكنا سند لبعض، وكنا أهل وعزوة لبعض. وبموته خلاص الحياة خلصت. ممكن تقولي هتفرق بإيه الفلوس مادامت مش هتقدر تساعدك؟ غصب عني دموعي نزلت وبدأت أحكي لها عن ابني، ومن غير ما أتكلم لقيتها فتحت شنطة الفلوس وطلعت مبلغ، ولقيتها بتقولي خد يا ابني روح أعمل العملية لابنك. رفضت، بس هي أصرت وقالت لي أنا كده كده هتبرع لأي حد مريض، صدقني دي نيتي، ويمكن ربنا وقعك في طريق عشان تكون انت وابنك صحابة نصيب. خد يا ابني الفلوس والحق ابنك. ومن كتر ضعفي أخدتها منها وأنا مش مصدق نفسي، وهي كمان جت معايا واتصلت بهدى وقلت لها، وما كانتش مصدقة نفسها من الفرحة. وعملت العملية لابني والعملية نجحت، ورجعنا وهو معافى الحمد لله. ومن يومها والست إحسان ما فرقتناش لحظة، وكنا بنعملها كأنها أمنا بالظبط، ومش بنسيبها لحظة واحدة. مالنا حياتها بعد ما هي رجعت لنا نور عينينا. والنهاردة أول يوم لابني في المدرسة، وحاكم علينا كلنا نوصله، وبالأخص تيتا إحسان. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. أنا حكيت لكم قصتي عشان أطبطب على قلوبكم وأطمنها، وأنا عارف ومتأكد إنكم عندكم قصص وحكايات كتير كلها جبر ومعجزات من رب العالمين. اوعى تتردد في يوم إنك تحكيها، يمكن تكون طبطبة على قلب عاجز، أو إنقاذ لقلب يائس، أو تحفيز لقلب مستقيم. إحنا كلنا محتاجين نقوي بعض على الخير وسط الفتن اللي كترت حوالينا. عشان كده اوعى تتردد وشاركنا معجزتك وقصتك.